السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو رياضي جديد. قبل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، مفاجأة غير سارة من القناة الجزائرية الأرضية. لتحصين اللاعبين، اتحاد الكرة بيذبح عجلا قبل مباراة الكونغو الديمقراطية. يا ترى بعد وفاة العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رحمة الله عليه، من يكون بديله في مجلس الإدارة؟ إصابة جديدة في الركبة بتضرب نجم النادي الأهلي. مفاجأة في بديل إمام عاشور أمام الكونغو، ليس النني أو حمدي فتحي. موعد مباراة مصر والجزائر في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد والقنوات الناقلة لهذه المباراة النهائية. تعطل صفقة الأهلي الثالثة وخطوة غير متوقعة من اللاعب، ودي كانت العناوين في هذا الفيديو. بسرعة هنبدأ مع التفاصيل. والخبر الأولاني اللي معانا: قبل مباراة الكونغو الديمقراطية، مفاجأة غير سارة من القناة الأرضية الجزائرية. عدلت القناة الجزائرية الأرضية جدول بثها للمباراتين التي ستنقلهما من منافسات دور 16 بمسابقة كأس أفريقيا كوت ديفوار 2023. وكانت تقارير صحفية جزائرية قد كشفت في الساعات القليلة الماضية عن إذاعة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة على نايل سات. وبحسب الصفحة الرسمية للقناة الجزائرية عبر فيسبوك، فمن المقرر أن يتم نقل مباراة نيجيريا والكاميرون ومباراة السنغال وكوت ديفوار. وأعلنت القناة الجزائرية الأرضية قبل انطلاق البطولة نقل 17 مباراة عبر ترددها المفتوح على القمر الصناعي نايل سات، لتنقل 9 مباريات فقط في الدور الذي شهد خروج منتخب بلادها، وتبقى 8 مباريات ستنقلها القناة. تأكد إذاعة 4 مباريات منهم، وهم مباراتي الدور نصف النهائي ولقاء الثالث والرابع والمباراة النهائية. ومن المقرر أن يلعب منتخب نيجيريا ضد الكاميرون مساء اليوم في 10 مساء بتوقيت القاهرة، فيما السنغال وكوت ديفوار مساء الاثنين المقبل في تمام الساعة 10 مساء. وطبعا السبب ان القناة الجزائرية غيرت رأيها، ان كانت عايزة تنقل مباراة مصر والجزائر في نهائي كأس افريقيا لكرة اليد، وشركة المتحدة طلبت منها مبالغ طائلة، فما كان منها الا ان هي غيرت خريطة البث. وبصراحة معاها حق. الخبر اللي جاي معانا بعد كده: لتحصين اللاعبين، اتحاد الكرة بيذبح عجلا قبل مباراة الكونغو الديمقراطية. قرر مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم ذبح عجل وتوزيع لحومه على الفقراء في دولة كوت ديفوار. وجاء هذا القرار من قبل مسؤول الاتحاد المصري لكرة القدم بنية تصحيح مشوار المنتخب الوطني في البطولة والانتهاء من سلسلة التعادلات التي تعرضت لها خلال مباريات دور المجموعات والفوز في المباريات المقبلة. وكشف مسؤول الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي أيضا من أجل تحصين اللاعبين ضد الإصابات التي ضربت لاعبي المنتخب خلال الفترة الماضية. وشهدت قائمة المنتخب المصري العديد من الإصابات خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها تعرض نجم المنتخب محمد صلاح لإصابة بشد في العضلة الخلفية وخروجه من معسكر المنتخب، وتعرض أيضا الحارس محمد الشناوي لإصابة بخلع في الكتف مما جعله يخضع لعملية جراحية، بالإضافة إلى تعرض إمام عاشور لارتجاج في المخ. الخبر اللي جاي معانا بعد كده: من يكون بديل العمري فاروق في مجلس إدارة النادي الأهلي؟ تعقد إدارة النادي الأهلي انتخابات جديدة خلال الشهور المقبلة من أجل تحديد منصب نائب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، وذلك بعد وفاة الوزير عمري فاروق. وعلمت المصادر أن مجلس إدارة النادي الأهلي سيدعو لاجتماعات طارئة من أجل تحديد منصب نائب رئيس النادي الأهلي بدلا من العمري فاروق. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في الفترة ما بين شهري يوليو وأكتوبر، وذلك حسبما أكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي. وكان النادي الأهلي قد أعلن الحداد لمدة 3 أيام في أول قرار رسمي له بعد رحيل نائب رئيس القلعة الحمراء العمري فاروق الذي يعد أحد أهم رموز النادي. ونعى مجلس إدارة النادي الأهلي
العمري فاروق بعد وفاته أمس الجمعة عقب صراع مع المرض. الخبر اللي جاي معانا بعد كده: إصابة جديدة في الركبة بتضرب نجم الأهلي. تلقى الجهاز الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي صدمة جديدة في ملف الإصابات، وذلك خلال تواجد الفريق في الإمارات لخوض معسكر تحضيري للموسم الجديد. علمت المصادر وأكدت أن كريم ندفيد اشتكى من آلام في الركبة، وأثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته برشح في الركبة يمنعه من الالتحاق بمعسكر الأهلي في الإمارات، إذ كان من المقرر سفر اللاعب للمعسكر يوم الاثنين الماضي بعد انتهاء امتحاناته، إلا أنه تخلف بسبب إصابة جديدة اشتكى منها مؤخرا. واشتكى كريم ندفيد خلال الأسابيع الماضية من إصابة عضلية تسببت في خضوعه لتدريبات تأهيلية قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية مرة أخرى، إلا أن الأشعة أثبتت إصابته بآلام جديدة في الركبة عبارة عن رشح شديد ناتج عن خضوعه لعملية جراحية في الركبة خلال السنوات الماضية. ولم يشارك كريم ندفيد ضمن صفوف الأهلي إلا في مباراة واحدة فقط بعد عودته من الإعارة من صفوف مودرن فيوتشر. وعاد كريم ندفيد من الإعارة في بداية الموسم، لكنه لم يشارك إلا في لقاء واحد أمام الجونة في الدوري الممتاز، وذلك بسبب الإصابات المتكررة التي يعاني منها اللاعب. الخبر اللي جاي معانا بعد كده: مفاجأة في بديل إمام عاشور أمام الكونغو، ليس النني أو حمدي فتحي. سلطت صحيفة الجزائر الرياضية الضوء على إصابة نجم منتخب مصر إمام عاشور والبديل المتوقع لمباراة الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية. المباراة اللي هتقام الأحد الساعة 10 مساء. وقالت صحيفة الجزائر الرياضية أنه من خلال طريقة لعب البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الذي يعتمد على خطة 4-3-3، فإن مروان عطية من المؤكد أن يبدأ أساسيا في مباراة الكونغو كمحور ارتكاز دفاعي. وتابعت الصحيفة: ثنائي الوسط الهجومي قد يلعب فيتوريا بالنني وحمدي فتحي، إلا أن تلك الحالة سيكون واحد من عمر مرموش أو تريزيجيه أساسيا في التشكيلة وليس كلاهما، وهذه مشكلة بسبب تألق الثنائي. وأضافت أن أفضل معوض لإمام عاشور هو مهند لاشين ليس حمدي فتحي أو النني، بسبب عدم تقديم الثنائي لأفضل مستوياتهم في البطولة. واختتمت: وجود مهند لاشين بجوار مروان عطية سيخفف من واجبات مرموش ومصطفى محمد وزيزو الدفاعية، مضيفا أن لاشين لاعب دولي يمتلك الخبرات اللازمة لمثل تلك المواعيد. الخبر اللي جاي معانا بعد كده: موعد مباراة مصر والجزائر في كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد. بيلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع الجزائر في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية اليوم السبت في النسخة التي تستضيفها مصر باستاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024. تنطلق مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة 6 مساء اليوم السبت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي. وتنقل مباراة مصر والجزائر لكرة اليد أفريقيا عبر قناة اون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة، ويعلق عليها خالد خيري. ويأمل منتخب مصر في الحفاظ على لقب الإفريقي والتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 والتتويج باللقب التاسع في بطولة أفريقيا، فيما حقق منتخب الجزائر 7 بطولات من قبل. أما حامل الرقم القياسي فهو منتخب تونس ب10 ألقاب. الخبر الأخير معانا في هذا الفيديو: تعطل صفقة الأهلي الثالثة وخطوة غير متوقعة من اللاعب. كشفت مصادر داخل النادي الأهلي كواليس جديدة في مفاوضات الإدارة مع محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض غياب محمد الشناوي حارس المرمى الذي تعرض للإصابة قبل أيام مع منتخب مصر وخضع لعملية جراحية ناجحة في الكتف في ألمانيا، ويغيب لمدة لا تقل عن 3 أشهر ويمكن أن تصل إلى 6 شهور. وقال المصدر في تصريحات أن إدارة سيراميكا كليوباترا تتمسك بعدم التفريط في محمد بسام حارس المرمى باعتباره الحارس الأساسي، ولا يمكن رحيله قبل التعاقد مع حارس جيد يعوض غيابه. وأكد أن إدارة سيراميكا تتمسك بضم مصطفى شوبير، ولكن إدارة الأهلي رفضت هذا الأمر ورشحت انتقال حمزة علاء في صفقة محمد بسام، مما عطل الصفقة بشكل كبير خلال الساعات الماضية. وفي تحرك جديد وغير متوقع
أوضح المصدر أن محمد بسام وافق على كل شروط الأهلي من أجل اللعب له والحصول على فرصة للدفاع عن عرين القلعة الحمراء. وأضاف أن محمد بسام لم تكن له شروط مبالغ فيها، بل رحب بمفاوضات الأهلي ومسؤوليه وأبدى مرونة كبيرة في المفاوضات من أجل اللعب لنادي القرن خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. وشدد حارس سيراميكا أبلغ إدارة ناديه بضرورة الموافقة على رغبته في الانتقال للأهلي، خاصة أن هذه الفرصة ستكون الأخيرة له لتحقيق حلمه، لا سيما أن سنه وصل ل 33 سنة ولم تتاح له فرصة أخرى للعب، مطالبا إدارة سيراميكا بمنحه الفرصة قبل فوات الأوان. في نهاية الفيديو لو أقدم لكم معلومة جديدة ما تبخلوش علينا بلايك.